الله الله. لا 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 اخوان، رجاء شوف عزيزي، لا تقول لي النرويج ولا تقول لي فرنسا. انا نظريتي تدري شنو؟ لو لا العراق سيخسر مع فرنسا ويتعادل مع النرويج وينتصر على السنغال ونعبر الى الدور القادم. اي نعم عزيزي، نطالب من الحكومه العراقيه بالسماح باستخدام الدراجات الناريه للمدافعين. يعني مال زي التحسين ومناف ومدري شنو يركضون ورا مبابي وأوليسيه وهذا، لا مستحيل. افتقد خدمات سيد جلال وبعض المدافعين اللي راح ياخذوهم اسرع. لا تحرجوني، لا تحرجوني اخوان، ماكو شيء. رسميا المنتخب العراقي في حاله تاهل الى كاس العالم، عبوره من الملحق العالمي سيواجه فرنسا والنرويج والسنغال. السنغال بالله يعني نراهمها، نرتبها ويا السنغال ويا النرويج، هم نراهمها، بس مبابي واوليسيه ولكن كل أمل وكل ثقة عمياء جدا. وتدرون بي أنا من ناحية شاي كل ثقة بأنه كيليان مبابي راح يسجل 10 أهداف. لا، كل ثقة بأن سيد جلال يستطيع أن يرجع إلى بلده سالما غانما بأقل الخسائر. لا، مؤمن جدا بأن خط دفاع المنتخب العراقي، خط دفاع المنتخب العراقي سيستعمل دراجة ماكس عدلي. والله نقدر طبعا نقدر نغير ما يتغير. هذا المنتخب العراقي بابا، عندك ايمن حسين عندك خط الدفاع. انا كل ثقه وكل امل نصعد. تراهن وياك نصعد وناخذ كاس العالم، ما نخسر شويه. العاشر من كيليان سيد جلال، سيد بيك منه. او يقولون 9 تقولون 10، يغلبوك 11 تغلبهم 12. العب دبل باص تونس بيهم عزيزي. كان سابق الزمن بهاي المقولة. اي والله كان سابق الزمن، وصدق راح ما ادري